السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا رب يجعله عيد سعيد علينا وعليكم كلكم. النهاردة كان في ماتشين مهمين جدا في الدوري المصري، وكانوا لنادي الأهلي ونادي الزمالك. نادي الأهلي كان بيلاعب نادي فاركو على استاد برج العرب، وأما نادي الزمالك فكان بيلاعب سيراميكا كيلوباترا على استاد المقاولون العرب. قدر النادي الأهلي إن هو يخطف انتصار مهم جدا 2-1، رفع بيه رصيده ل36 نقطة في المركز الرابع من 16 ماتش. أما نادي الزمالك فقدر إن هو يعمل ريمونتادا عظيمة جدا على نادي سيراميكا كيلوباترا. مباراة النادي الأهلي يمكن كانت مباراة متوسطة المستوى. الماتش كان يعني مش عايز أقول رايح جاي، لأن 3/4 ماتشات النادي الأهلي بيبقى وان سايد جيم، يعني باستثناء طبعا المباريات اللي هي بتبقى كبيرة زي الأهلي وبيراميدز أو الأهلي والزمالك. النادي الأهلي قدر في الدقيقة 30 إن هو يحرز هدف أول عن طريق إمام عاشور من ضربة جزاء. بعدها حصل يمكن تراجع غير مبرر شوية من لعيبة النادي الأهلي. استغل بعد كده نادي فاركو خطأ في التمركز أو خطأ في مصيدة الأوفسايد من اللاعب عمر كمال عبد الواحد الباك اليمين للنادي الأهلي. قدر من خلاله اللاعب كامل إنه يسجل هدف التعادل. بعد كده حاول النادي الأهلي إن هو يحرز الهدف الثاني إلى أن أتت الدقيقة 45 عن طريق نفس اللاعب اللي أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي إمام عاشور. مباراة خلصت وكان عنوانها الرئيسي الأهلي للأمام بأقدام إمام. النادي الأهلي قدر زي ما قلت من شوية إن هو يرفع رصيده ل36 نقطة في المركز الرابع، ولسه عنده ماتشات مؤجلة كتير. أما الناحية التانية فاستاد المقاولين العرب شهد على ريمونتادا كبيرة جدا لنادي الزمالك. كان الأول في الدقيقة 26 قدر اللاعب أحمد رمضان بيكهام إن هو يسجل الهدف الأول لنادي سيراميكا كيلوباترا من ضربة رأسية متقنة. بعدها الزمالك كان بيحاول إن هو يحرز هدف التعادل في الشوط الأول، لكن للأسف ما قدرش. إلى أن أتت الدقيقة 80 عبد الله السعيد، وعلى رأي كابتن مدحت شلبي من جاور السعيد يسعد. عبد الله السعيد قدر ان هو يعادل النتيجة في الدقيقة 80 من تسديدة أرضية زاحفة عالية الجودة عظيمة. والله زمان يا عبد الله بقالنا كتير جدا ما بنشوفش التسديدات الحلوة دي منك. بعدها ب9 دقايق او ب10 دقايق الدقيقة 90 بالظبط قدر عبد الله السعيد برضو ان هو يعمل اسيست عالمي لابراهيم النضاي وسجل من خلاله الهدف التاني. دي ماتشات النهارده. الحقيقه ان يعني صحينا الصبح على تويته من الكابتن حفيظ دراجي المعلق الرياضي ببين سبورت، بيعلن ان صفقه بالعيد اللاعب الجزائري لاعب اتحاد العاصمه الجزائري اللي كان خلاص شبه مؤكد ان النادي الاهلي خلص فيه، وكان 4 سنين، كان ماضي 4 سنين. اتفاجئنا النهارده ان الكابتن حفيظ دراجي بيعمل تويته بيقول فيها ان لا، مفيش الكلام ده. اللاعب هيروح بلجيكا لنادي اسمه بيرست البلجيكي، نادي بقاله 47 سنة في دوري المحترفين، والملاك النادي يابانيين، ويمكن هم طلعوا لاعب ليفربول اندو، ومطلعين مهاجم نادي نابولي، ومطلعين لاعب يعني مش متذكر اسمه الحقيقة في نادي أرسنال. فعشان كده اللاعب بيقولوا شبه ان هو غير وجهته، يعني بقت لبلجيكا لان هو عايز يحترف، لان النادي ده الملاك بتوعه بيسوقوا اللعيبه كويس جدا في اوروبا والمانيا بالتحديد. فسؤالي هنا لاداره التعاقدات ويعني ولجنه التخطيط في النادي الاهلي، مش اول مره صفقه تبقى بالسهوله دي وتروح، يمكن كذا صفقه. السنه اللي فاتت لما كان في مهاجم اسمه سوزا برازيلي كان جاي خلاص النادي الاهلي برضو، اكتشفنا ان الصفقه دي وقفت، وبعدين طلع اقاويل ان اصل برونو سافيو هو اللي قال للاعب ما تجيش عشان مش هتاخد مستحقاتك. كذا مهاجم. النادي الاهلي محتاج لمهاجمين ومحتاج لخط دفاع
عشان زي ما احنا عارفين ان الفترة الجاية للنادي الاهلي تبقى فيها بطولات قارية كتير، سواء في شهر 12 في بطولة اسمها بطولة الانتر كونتيننتال، دي هتتلعب لأول مرة والنادي الأهلي هيشارك فيها بصفته بطل أفريقيا. بطولة أفريقيا الجديدة إن شاء الله اللي هتبدأ، الأهلي هيبقى محتاج إن هو يدعم صفوفه. طبعا كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد. فأنا مش عارف يعني لجنة التعاقدات في النادي الأهلي بتفكر إزاي، أو إزاي إن اللعيبة بعد ما خلاص بتخلص وأنت خلصت فيها كل حاجة بيرجعوا في الاخر يقول لك لا اصل الصفقه مش هتتم، اصل احنا بنعمل محاوله اخيره. طب هو ايه السبب؟ يعني ايه السبب؟ زي ما احنا بنقول ان النادي الاهلي ريال مدريد افريقيا، طب ما نتعلم من اوروبا، نتعلم من نادي زي نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد اعلن عن صفقه امبابي من قبل اصلا يعني ما يكون في اي حاجه. يعني هو خلص دوري ابطال تاني يوم اعلن على الصفقه. يعني هو كان مخلص فيها كل. انت ايه مشكلتك كلجنه تعاقدات النادي الاهلي ان اللعيبه بتهرب منك؟ ما انا مش فاهم ايه السبب. يحيى عطية الله الباك الشمالي اللي المفروض ان هو هيجي بديل علي معلول، اصل في مشاكل وكلاء. محمد كانوتيه لا اصل هو مستواه مش كويس بقاله فتره. طب وبعدين هنعدي برضو في فتره الانتقالات الصيفيه من غير ولا لعيب؟ انا مش فاهم. يعني يا ريت حد يعني يطلع يوضح. في الاخر دي يطلع مسؤولين من النادي الاهلي اصل احنا بنحاول مع بالعيد في يعني الفتره دي بنحاول معاه محاوله اخيره كده وان شاء الله يعني هتتم يعني. مش عارف ايه السبب بصراحه. يعني انا نفسي حد يطلع يقول الصفقه وقفت عشان خاطر كذا وكذا وكذا. ايه السبب؟ مين اللي مقصر؟ ما تعرفش. طبعا النهارده بدأت بطولة اليورو 2024. كان قبل ما اصور الفيديو كانت ألمانيا مكتسحة اسكتلندا، مكتسحة 3-0. بتمنى من ربنا ان انا اكون ضيف خفيف عليكم، ويا ريت يعني جدعانة كده، حركة جدعانة يعني لاخوكوا الغلبان، لايك وكومنت، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية. السلام عليكم.